ضع صفار البيض على ركبتك وستشكريني لاحقا. فكرة جهنمية لا يعرفها أحد إلا القليل. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واستحلفتك بالله إن أنت تشيري الفيديو ده لأكبر عدد من الناس، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وكل ربنا يشفيه يدعي لك. في الأول كده معايا هنا معلقتين من الملح هضيفهم في بولة كده، وبعد كده هجيب معايا بقى برضو معلقتين من زيت الزيتون، وزيت الزيتون ده من الحاجات الحلوة جدا اللي وصانا بيها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هضيف معلقتين اتنين زي ما انتم شايفين كده على الملح، واخلطهم واقلبهم كويس جدا بالشكل ده. قولي لي في كومنت بتشاهديني من اي دوله عشان ابعت لك تحيه في الفيديو الجاي. تحيه النهارده للاخت جيهان سليمان من السودان. بعد ما خلطت الملح بالزيت بالشكل ده، معايا هنا صفار بيضه واحده هبدا اضيفها كده على الملح وزيت الزيتون. لازم اخلط واقلب كويس جدا جدا صفار البيضه بالملح لحد ما اخليها توصل للقوام اللي زي الكريم كده بالظبط. كده ببدا اقلب كويس جدا يا جماعه. الخلطه دي بجد بجد لازم تعملوها وشيروها في الخير، عشان كل اللي هيعملها وربنا يشفيه هيكون في ميزان حسن. انا كده خلطتها كويس جدا وبقت معايا زي الكريم زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك ان في مشروب كويس جدا في اخر الفيديو، كملي الفيديو للاخر عشان المشروب ده لازم تشربيه مع الوصفه دي. كده انا خلاص قلبتها كويس جدا وبقت معايا القوام كريمي بالشكل ده. هتيجي بقى عند الركبه، عند المفاصل، اي مفصل بيوجعك هتبداي تدهني بقى الكريم ده. انت معاكي اقوى كريم بيمتص الرطوبه وبيقوي العضلات، بيقوي العظم بالذات الركب. لو عندك بقى هشاشه في العظام، لو عندك بقى مفاصلك بتوجعك، لو عندك روماتيزم، عايزه اقول لك ده بيسحب كل الرطوبه اللي موجوده. بجد جربوها يا جماعه، هي بالظبط 3 ايام هتعمليها بالشكل ده، وتلفي عليها ستريتش وتلفي عليها اي ورق ألمونيوم عندك او قطعه قماش تكون صوف، نص ساعه بس وتفكيها. كملي الفيديو الاخر عشان هقول لك بقى على المشروب السحري اللي لازم تشربيه مع الوصفه دي، لان بجد لازم الوصفه تكون كامله. لازم تستخدمي الكريم وكمان تستخدمي المشروب. تعالوا يلا نعمل المشروب بقى بتاعنا. المشروب يا جماعه سهل جدا جدا، كل اللي انا محتاجاه هي خياره. هبدا احطها في ربع فنجان من الزيت، زيت الزيتون، وهبدا بس اشوحها كده لحد ما تبدا تستوى معايا. همسكها كده بالشوكه ابدا الاقيها استوت. خلاص كده هي استوت معايا. هضيف معلقه من القرفه ومعلقه من حبه البركه. هشيلها بقى من على النار. اول ما تهدى هضيف عليها معلقه من الجنزبيل البودر، وبعد كده هحطها في الكبه اخلطها كويس جدا. بقت معايا زي ما انتم شايفين. ده بقى يا جماعه هستخدمه كمشروب. ازاي بقى؟ هجيب معايا كوبايه هضيف فيها معلقه واحده بس من الخليط اللي انا عملته ده، وهضيف عليها كوبايه ميه تكون مغليه، وده هشربه على غير الريق مع الدهان اللي احنا عملناه في اول الفيديو. بجد ده بقى بيقوي العظام يا جماعه، بيقوي العضلات. عايزه اقول لك كمان ان هو حلو جدا الناس اللي عندها سمنه وعندها تخن. كوبايه واحده منه على الريق مع الدهان، بجد يا جماعه دي معجزه. لازم تشيري الفيديو في الخير.